ازيكم؟ في الفترة الأخيرة ناس كتيرة بتتكلم على الفاميلي كونستليشن، وابتدوا يسألوا أسئلة يعني إيه فاميلي كونستليشن وإيه الحاجات اللي ممكن تساعد فيها وكده. الفاميلي كونستليشن هو تكنيك أو طريقة للعلاج النفسي منتشرة بقالها شوية، واللي اخترعها واحد اسمه بيرت هالينجر، ده اللي حط الأساس بتاعها. وهي الحقيقة من الطرق اللي دلوقتي واخدة يعني شعبية كبيرة على مستوى العالم، في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا، برضو جنوب أفريقيا تحديدا. مشكلة بس إن الأيام دي الفاميلي كونستليشن الناس ابتدت تتعامل معاها إن هي حاجة لجلب الحبيب، أو لإن أنا فجأة يبقى معايا فلوس، أو لإن أنا فجأة عندي مشاكل وحدث على أزرار والمشاكل كلها تتحل. وده الحقيقة أبعد ما يكون عن الفاميلي كونستليشن. فاميلي كونستليشن او تكنيك تشكيل العائله او وقوف عائلي زي ما بيسموها ساعات، رغم ان انا ما بحبش التسميه دي قوي. هو تكنيك او تقنيه من تقنيات العلاج النفسي، والحقيقه بيخلينا نشوف حاجات ليها علاقه بان احنا ممكن المشاكل بتاعتنا او الباترن بتاعتنا في الحياه ممكن تكون متاثره بحاجات ليها علاقه باهالينا، ليها علاقه بالعيله اللي احنا جايين منها. حاجات مش شرط نكون احنا فاهمينها او واعيين بيها، بس ممكن تكون مأثرة علينا. يعني حاجة مر مثلا بيها بابايا في وقت معين ممكن تكون مأثرة عليا، تجربة مامتي مرت بيها، تجربة صعبة جدي عاش فيها، ممكن تكون مأثرة عليا وعلى اختياراتي في الحياة. الفكرة بس كلها ان الناس ساعات بيتعاملوا مع الفاميلي كونستليشن ان انا هروح احضر سيشن او اروح مرتين ثلاثة والدنيا كلها هتتحل. انما لا، الفاميلي كونستليشن ممكن مثلا تبين لك ان في مشكله عندك في العيله في حته معينه، ممكن تساعدك على التعامل مع مشاكل او مع مثلا باترنز في علاقات عاطفيه، او في علاقات مع مديرك في الشغل، او حتى في امراض عضويه، او في حاجات نفسيه زي مثلا بانيك اتاكس او كده. يعني هي بتشتغل في اكتر من مجال، بس لازم يكون انت ليك دور اساسي في الموضوع ده. بمعنى ان الشخص اللي رايح طالب العلاج لازم يعرف ان هو consciously عن طريق وعيه الواعي محتاج يبذل مجهود. مفيش حاجه اسمها ان انا الفاميلي كونستليشن هيحل لي كل مشاكلي من غير ما انا ابقى عندي الرغبه والاستعداد ان انا افتح الجروح بتاعتي في حاجات معينه، وابتدي اشتغل عليها بشكل واعي، وابتدي اخد مسؤوليه حياتي بشكل معين. انما المفهوم بتاعنا هحضر فاميلي كونستليشن عشان يبقى يجي لي فلوس، او احضر فاميلي كونستليشن عشان خاطر فجأة علاقاتي العاطفية تتحسن من غير ما ابذل انا مجهود، ده مفهوم ما بيحصلش. شكرا.